السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله رب تكونون بألف خير. اليوم راح اسوي انا وياكم مندي دجاج، طريقة كلش سهلة ولا شوي ولا شي، على طريقتي. هنا عندي دجاج مغسول ومقطع كل زين، عندي هنا كمون وكركم، وعندي هنا نوم بصرة وهيل وشوية قرنفل، طبعا هذا اختياري اذا تبون تحطونه او لا. هنا شوية عندي بصل مبشور، حبيت اخليه بالبداية اول شي نقلي شوي حتى ما يصير لونه ذهبي. تقدرون تحطون ثوم بصل او اثنينهم، هذا شي راجع لكم. وبعدين شوي شوي نخلي الدجاج لحد ما شوية ياخذ اللون الذهبي، نبدي نخلي البهارات. كمية المي اللي راح أخليها تغطي الدجاج وأتركه لحد ما يستوي تماما. هنا هذا عندي تمن بسمتي، يفضل انه يعني غاسلينه ومنقعينه فترة شوية. هنا راح اخلي بهارات زيت وبهارات كركم، اي بهارات تحبوها، ودارسين وكمون، وراح شوية مثل اقليه للتمن. وبعدين راح اخذ من تشريب الدجاج اللي سويناه ونستو بيه التمن. طبعا خليت ملح همينة لا تنسونه، تخلون ملح للتمن وتخلون ملح لتشريب همينة اللي سويتوه. والبهارات حسب انتو شنو تحابين، كمون كاري كركم، اللي حابين انتو تخلونه وعاجبكم تخلونه تقدرون تخلونه، ماكو مشكلة. وهنا سويت شوية مقبلات مال كشمش ولهانة، طبعا راح اسوي لكم اياها بفيديو. وهاي الخضرة جبناها من الحديقة. هنا الدجاج ورا ما طلعناه من الفرن وصبينا صار شكله بهذا الطريقة. طبعا انا سويت صلصة مال كاتشب مايونيز خليتها عليهم لين تطلع طيبة وياهم. ولهنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. أحبكم هواية، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتحطون لايك لهذا الفيديو. أحبكم كومة كومة، وأشوفكم بألف خير إن شاء الله بفيديو جاي. مع السلامة.